الذي نستعرض فيه أهم قضايا الشباب ونناقشها مع ضيوف الحلقة الدائمين. الزميل عمار، حياك الله يا عمار. الله يحييك ويسلمك. أحب أحيي الجمهور المتابعين، أحيي أخواني عبد الرحمن وأنس، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى. حياك الله أخي أنس. أهلا وسهلا بكم وحيا الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها بإذن الله حلقة مباركة ميسرة. نعم. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم دائما التفاعل والتواصل عبر مواقعنا ومنصات التواصل الاجتماعي. نسعد بآرائكم واستفساراتكم أيضا عبر الأرقام الظاهرة لكم على الشاشة، وننتقل وإياكم إلى عنوان حلقتنا لهذا اليوم، والذي يكمن تحت عنوان دور الأسرة في بناء وتوجيه الشباب. دور الأسرة في توجيه الشباب، ولعلي أستهل الحديث بزميلي أنس. حياك الله يا أنس. أهلا وسهلا عبد الرحمن. لو يعني تعمقنا في مسألة دور الأسرة في توجيه الشباب، أولا حدثنا عن العلاقة ما بين الدور الأسرة في توجيه الشباب وأثرها النفسي على الشاب تحديدا. هل هذا الشيء يعزز من ثقته بنفسه؟ هل هذا الأمر له علاقة مباشرة بمسألة قوة الشخصية؟ نعم. طيب، حياك الله عبد الرحمن واهلا وسهلا بالجميع. في الحقيقه انت طرقت على باب كبير جدا وهو باب الاسره. خليني انه ابسط لك الموضوع بشكل افضل. نعم. الاسره عبد الرحمن هي اطول مدرسه متواجده معك في حياتك. يا الله. بمعنى أنك الآن أنت إذا دخلت أي مدرسة معينة هي كلها لفترات محددة، مثلا مرحلة الثانوي 3 سنوات، المتوسط 3 سنوات، الابتدائي مرحلة معينة، الجامعة معينة. ولكن الأسرة المدرسة والسنوات فيها طويلة جدا، فلذلك لها تأثير كبير جدا على عدة نواحي. سأبدأ بالجانب الأول وهو الجانب النفسي. القوة أنا في وجهة نظري إذا خرجت للشخص منذ سن معين لابد أن يكون ناتجها المنزل. جميل. أو بشكل أدق لابد أن يكون ناتجها الأسرة. جميل. فمن داخل الصالة ومن داخل الغرف هذه المليئة بالحب والمليئة بالمشاعر والمليئة بالتكاتف والمليئة بالاحتواء والإلمام من الأب والأم مع الابن، هذه العالم الآن أو الشاب أو الإنسان البسيط يعتقد بأنه الدخول إلى يعتقد أن البيت هو عبارة عن شيء ثانوي. الأسرة يعني خلاص يعني تعود على الحياة بأنه يدخل يقول لك خلاص والله ما هو متصور هذا الحل. يعتقد أن دخولها في البيت ورؤية أبوه ووالدها وأمه وهي تجري في بعض الأمور وتسوي هذه الأشياء وتتابع أبوه يتابع معها الأمور الخارجية والاحتواء التام والجلسة والهدوء، يعتقد أنه يعني من كثر ما أنه ولا في النعمة يعتقد أنه أمر عادي. ولكن في الحقيقة هذه الأشياء اللي أنا ذكرت لك إياها هي التي ربت وتربي الشخصية وتبني القوة الموجودة في الشاب من خلال هذه الأشياء. فلا شك عبد الرحمن بأنه العائلة والأسرة لها يعني تلعب دور كبير جدا في بناء شخصية الشاب أو الشابة، وتعطيه دافع كبير جدا في تكوين شخصيته والقوة النفسية. جميل. وبالعكس احنا الآن تكلمنا عن عفوا تكلمنا عن الجانب الإيجابي في هذا الموضوع، بأنه هذه أنا قاعد أعطيك مثال عن صورة أسرة تمتلك قائد يعني واعي، يعرف كيف يتعامل مع الابن، يعرف كيف إلى آخره، فيخرج عنه ايش؟ شخصية قوية، شخصية ثابتة، امتلاء داخلي.
والعكس كذلك في بعض البيوت الله يعافينا وإياكم يكون فيها الحال عكس ذلك، تكون هي مصدر القلق. في الحلقة الماضية ما كنت موجود معنا عبد الرحمن، ولكن ذكرنا واحدة من دوافع الزواج هو الهروب من الأسرة. فلاحظ لو تدمج الموضوعين هذه مع بعض بتلقى أنه قد تكون الأسرة الله يعافينا وإياكم سبب ودافع كبير جدا من أنك أنت تهرب من البيت. فقد لا تكون كمان أيضا في جانب مظلم واحد ما يلتفت له. احنا دائما ما شاء الله في حتى عندنا في البرنامج نلتفت دائما للجوانب الإيجابية، ولكن ننسى أيضا أنه في جوانب سلبية أيضا. ففي بعض الناس يفتقدون هذا الشيء. فهو في الأخير يعني سلاح ذو حدين لا يستهان به. فلها دور كبير هذه الأسرة في تكوين شخصية الشاب. نعم. جميل جدا. طيب عمار، أنا أتحدث عن أهمية دور الأسرة في بناء الشاب منذ الصغر. ماذا عن دورهم في توجيه الشاب وهو شاب في مرحلة الشباب؟ هل الأسرة دور أم أنت مع الذين يقولون الشاب مستقل عن أهله ولا يؤثر ولا يتأثر بأسرته أبدا؟ هل الأسرة دور وتأثير للشاب؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا العائلة لها الأسرة لها أثر كبير في بناء الشاب، حيث أن الشاب عندما يكبر أو عندما يصل مرحلة الشباب يحتاج الكثير من عوامل التي تأتي من الأسرة. جميل. والأسرة هي منبع أو أساس زي ما قال أبو صقر لكل شيء يتحول له الشاب عندما يكون أمام الناس أو عندما يظهر في الملأ أمام أي أحد. فمثلا الشاب في هذا العمر يحتاج إلى من يفهمه. عندما الأسرة تحتوي هذا الشاب، تفهم وتتناقش معه بأسلوب يناسبه، عندما تكون الأسرة هي زي ما تقول القدوة الحسنة، عندما تكون الأسرة هي يعني مصدر أمان لهذا الشاب، فطبعا هذا الشاب بيكون نفسه، بيصير بناء عليها إنسان نافع لنفسه وللمجتمع ولأهله ولكل الناس اللي حوالينه. بعكس إنه إذا صار خلل في الأسرة مثلا، عافانا الله، دائما أنت تشوف الناس اللي فيهم إشكاليات في هذا المجتمع أو الناس اللي ما هم تمام، فدائما تجي إنه أساس الإشكالية كان في البيت، كان من الأهل. يعني مثلا تلاقي الأم والأب في صدام دائم، هذا يأثر على الابن بحيث إنه من يوم ما هو كان واعي على الدنيا وهو شايف أمه وأبوه يتخاصمون، شايف مشاكل. إيه، فهذا بيأثر يكبر تلقائيا مشاكل مشاكل مشاكل، فهو أصلا لا شعوريا بيصير يشوف المشاكل هذا واقع حياتي، خلاص بيقول أنا هذه حياتي وبمشي عليها. فالأسرة دائما هي اللي تبني الشاب، الأسرة هي دائما هي اللي تعطي الشاب الطريق الصحيح أو هي الطريق لبناء حياة الشباب، هي مرسى الأمان، هي الحضن الدافي، الله، هي التي تشبع رغباتهم. يعني الآن أكثر الناس تبحث عن العلاقات المحرمة، عافانا الله وإياكم، بسبب إنه تلاقي عنده نقص في العائلة أو إنه ما تشبع من الأهل. عاطفيا. إيه عاطفيا، تلاقي الأهل مطنشينه في البيت عادي، الولد هذا عنده 70,000 مشكلة ما يهمه، سواء للأبناء أو البنات، كلها تشمل الشباب والشابات. فتلاقي مشى في طريق منحرف، أو تلاقي لا سمح الله في طريق المخدرات، أو تلاقي لا سمح الله في السرقة، أو تلاقي لا سمح الله في هذا الشيء. فعندما تكون الأسرة هي الأمان، فأنا أقسم لك بالله إنه هذا الشاب سوف يكون على طريق صواب. ولو إنه الإنسان يخطئ، ما احنا معصومين من الخطأ، في أخطاء عند كل إنسان،
هذا شيء طبيعي، لكن انك تتخذ قراراتك وانك تمشي في طريق صحيح، هذا هو ما تبنيه الأسرة. هذا هو الدور مهم كبير زي ما قلت، أهمية دور الأسرة في هذا الشباب. هذا هو الأسرة تحتوي الشاب، تعلمه القيم الدينية، تحاول تنمي عنده قوة التحاور والنقاش بين الأسرة، بين الأم والأب والإخوان. هذا دائما ينمي إنسان ناجح، وإنسان إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية. وبناء عليه هذه هي النقاط المهمة اللي كنت بقولها لكم. الله يجزاكم كل خير. طيب جميل جدا. اليوم فضفضة عبد الرحمن، اسمح لي. والله يا اخي صراحه كلام كبير، خصوصا نقطه يعني اذا ما احتوت الاسره الشاب قد يخرج ويعيث في الارض فسادا للاسف الشديد. طيب تحدث عمار عن نقطه مهمه ولكن عرج عليها تعريجا سريعا، الا وهي نقطه التحاور والتواصل مع الابناء. هل التحاور والتواصل دور مهم في بناء شخصيه الشاب، ام ان مجرد علاقه يعني بها يعني تعتمد على الالتزامات والواجبات، الأب يؤدي ما عليه من واجبات والابن يؤدي ما عليه من بر، وتنتهي هذه العلاقة بين الأب والابن؟ والله عبد الرحمن، أنا أقول افهم ابنك. كيف تفهم ابنك؟ بالحوار. الشاب فيه طاقة حوار، طاقة تحدث، يحب أن يستمع إليه بلا مقاطعة. جميل. ولكن في بعض الصنف من الأسر، لن أعمم هذا الكلام على يعني فئة معينة، ولكن في جزء من الأسر يتعاملون بواحد زائد واحد يساوي اثنين. وهذه القاعدة تمشي في شو اسمه، إذا كان عندك اختبار 1 زائد 1 2 وتاخذ صح وتطلع. ولكن وضع القرارات الدائمة على تنفيذ، عرفت؟ فيكون يولد هذا الموضوع ايش؟ خلاص يتلقى يشعر كذا كأنه في مملكة، ويستقبل ايش؟ القرارات ويلبي وإلى آخره. فهذا الشيء يعني هو حق من حقوق الأسرة بلا شك، ويعني أبسط حقوقهم كمان. ولكن هذا الشيء إيش؟ لا، ما يولد علاقة بينك وبين شو اسمه، وبينك وبين الابن. يعجبني كثيرا يعني صفة أو يعني طبقة من الأسر في طريقة التعامل معاهم، مع الأبناء. تلاقي الأب أو الأم فاهمة وفاهم ابنه. جميل. كيف؟ فهو عارف كيف يتواصل مع كل، يعني تلقاه ربي يرازق الأم والأب ب5 6 أبناء. هل كل الابن يعني وسيلة تواصل مختلفة نعم. عن الابن الآخر؟ لكل واحد له مفتاح الخاص يا أخي. منهم مثلا افتراضا يكون الدخول معاه بش اسمه في بكلمة طيبة. خلاص الآن هذا ابنك، بس هذا الشيء ناتج لإيش؟ هذا شيء ما هو ولد لحظة، هذا شيء مبني على سنوات سابقة. أنا فاهم ابني، خضت معاه حوار، تكلمت معاه، أعرف طريقة تفكيره، أعرف الشيء اللي اللهم صل على محمد، أعرف الشيء اللي هو يناسب وما يناسب. على فكرة الله عز وجل في القرآن الكريم، وهذا الشيء يعني خليني أتطرق بس عشان تعم الفائدة. جميل. بأنه أصلا يعني موضوع أنك أنت تتعامل مع كل إنسان بمفتاح، هذا شيء ذكره الله عز وجل أصلا في القرآن. فكل واحد له دخول، فمنهم من يكون دخولها إيش؟ يعني حب الدنيا. في ناس ترى مهتمة في أمور الماركات، يحب دائما بأنه يكون مرتب وكذا ساعات ومدري إيش، فيكون الدخول معه في أمور الدنيا. ومنهم من إيش؟ العادات والتقاليد، فلا تفضحوني. فهذا ترى مذكورة في القرآن. الله عز وجل يبين لك إنه شايف كيف الدخول لكل إنسان له مدخل. فأنت لو تعكس هذه الآية وتعكس هذا الموضوع على الأبناء، ستجد أن كل ابن له شخصية.
الشخصيه هذه كيف تفهمها انت اذا ما بنيت حوار؟ انا كيف اعرف عمار، كيف اعرف اي انسان الا اني انا اخوض معه حوار، اعرفه، اعرف شخصيته. هذا الشيء يولد ايش؟ يقول لك انت اذا تحاورت مع ابنك انت بتعطيه وجه، فبالتالي يمكن يعني يتمرد عليك، او مثلا لا بالعكس. يعني او انه ما يعني يوجد كذا هاله حول الاب، انه هو الاب الذي لا يتحاور مع الابن. الاب له هيبه، الهيبه تتضمن في انه ما يتحاور مع الابن. هي لغه الحوار غالبا تكون مع شخص في نفس الطبقه، لكن الاب يشوف الابن هو اقل منه، فبالتالي لابد ان يامر والاب ينفذ والابن ينفذ. شوف، هذا في جزئيات هذا في جزئيات مثلا القرارات الداخليه، ممكن تحيل ملف التنفيذ الى الابن، ولكن اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. ولكن شوف، انا مهما حصل، مهما تحدث، مهما يبقى للاب يعني هيبته، حتى لو مهما وصلت الى من اي مرحله كبيره جدا بينك وبين الاب، يبقى كذا في جزء يعني للاب هيبه، يعني سبحان الله تحس انها جايه من الله عز وجل مهما اقتربت العلاقه. جميل. ولكن انا ليش انا اقول هذا الكلام؟ يا اخي خل ابنك هو صديقك. جميل. انا يعني استغرب من بعض الاباء في الحقيقه، يعني اشوف بينه وبين ابنه في فجوه كبيره جدا، في بعد واضح، يعني تلمس هذا الموضوع في الكلام. تعال اجلس معه، يقول لك والله يا انس في الحقيقه موضوع الحوار احنا كنا احنا ما كنا حريصين على مثلا اللقاء او الحوارات. احيانا ترى مو بلازم تكون فرديه، يعني مو بلازم اجلس معه كيف حالك مثلا ايش، لا ترى الحوارات احيانا تكون في جلسه المغرب. الاب ممكن يوزع سؤال هنا، يسمع من الابن الثاني، يتكلم من هنا ومدري، فعندك اكثر من موضوع. ولكن اللمه هذه والجلوس وشوفه العالم تعتقد انها شيء بسيط، ولكن في الحقيقه هي مولده لهذه الامور. يعني هذا التواصل غير مباشر. نعم. ولكن الاب يكون يعني قاصد امور معينه. جميل. هذا ناتجه جدا كبير، والله ناتج جدا كبير. خلاص انا الان ما بيني وبين الابن فجوه، اوكي في احترام، في تقدير، وزي ما قلت لك هيبه الاب ثابته متواجده، ولكن الابن قريب مني، انا ما عندي فجوه بيني وبين الابن. فانا صراحه يعني اكبر في بعض الاباء هذا الشيء، قرب الولد منه. جميل جميل. حتى قد يكون ترى في فارق عمر كبير، في فارق علم كبير اصلا، وفي فارق اشياء كثيره، ولكن في فن كذا في اداره القرب. فهمت علي؟ نعم. واضح جدا. طيب نعم. عمار، ماذا عن مسألة القدوة داخل المنزل؟ هل الأب يعتبر قدوة لأبنائه، أم أن الابن لابد أن يتخذ قدوات خارج المنزل؟ طبعا القدوة تأتي دائما من داخل المنزل. جميل. كيف؟ تأتي عندما زي ما هذا برضو مع موضوع أنس، لما يكون الأب في البيت ماشي على نظام معين، فهذا يأثر دائما على الأبناء. مثلا شوف الأب قاعد يحترم مثلا الجميع في البيت، كل واحد يعطي حقه، كل واحد يسمع منه ويسمع من الطرفين، انت ايش عندك انا ايش عندي، كل واحد ياخذ من الثاني. فهذا يبني فيك انك ايش، ترى ابويا او امي هذول انسان هم يعني الكمال لله، يعني هذول الناس فيهم صورة جدا حلوة، خلاص انا اقتدي فيهم. ابويا ترى ماشي على هذا النظام، فانا خلاص امشي فيه. انا ابويا كذا يتعامل، انا ابويا كذا يسوي، انا امي كذا تخارج الامور، كذا تسوي، كذا تفعل. فخلاص يكون معي بناء في عقلي، بيكون راسخ هذا التصرف، وهذول الناس بيبقوا قدوة لي في كل تصرفاتي، يبنوا عليها في عقلي حاجة ثابتة، إنه جميع التصرفات والأساليب اللي هم يتخذوها بتأثر علي وعلى أخواني وعلى أخواتي سواء من يكون. فدائما يكون القدوة تأتي من داخل المنزل، وهي اللي تأثر دائما. طبعا في عندنا قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا جميع البشرية، ولنا في رسول الله أسوة حسنة.
يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم على مدار حياته يعني كان كل طباعه كل أخلاقه كل تصرفاته كانت كلها على طابع إسلامي وعلى نهج محمدي وعلى نهج تربوي. كل تصرفاته سواء كان مع المسلمين أم مع الكفار كان مع الكل، وخاصة مع أبنائه، خاصة مع أهل بيته، كان قريب منهم وكان يسمع منهم، مع أنه هو رسول الله، هو خير من خلق الله في هذه الدنيا، اصطفاه الله بكل شيء. لكن سبحان الله وما نسى جانب الأسرة، ما نسى جانب الأبناء. كان الرسول هو اللي يحتوي الأبناء، كان عنده أحفاده الحسن والحسين. جميل. هذولا يعني هم من أساس من يوم ما كانوا أطفال هو كان يربيهم، كانوا على النهج النبوي. سبحان الله، شوف إلى ما كبروا إلى ما صاروا. عندك بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعاملهم، كيف كانت حياتهم. فكل هذا نحن لو نقتدي في رسول الله أولا ونبني حياتنا بناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتنا، فأقسم لك هذه ثاني مرة أن حياتنا بتكون مستقيمة وبتكون قدوة حسنة دائما. الله. وفي موضوع الأسرة كنت أتناقش اليوم مع أحد أصدقائي، فأعطاني كذا، أعطاني زي ما تقول كتبتها اليوم. كان يقول لي القدوة على الشباب نسخة محسنة من الوالدين. يقول لي الشاب عندما يرى الوالد صبورا يصبح أكثر هدوءا. الأم عندما تكون متوازنة يتعلم الحكمة. يقول لك الوالدين يحترمان الوقت، يعني هذا تتعلم أنك عندك مسؤوليات، تحمل المسؤوليات. يقول لك أيوه هذه هي. فكان هذا الكلام دائما. أنا عندي صديقي دائما ما شاء الله في هذه الناحية قريب جدا من والده من أمه، فكانوا ما شاء الله يعني دائما يقول لي أبويا كذا يسوي، أنا أبويا كذا، أنا في كل تصرفاتي ترى أنا أبويا كذا علمني، أمي ترى تتخذ المسار هذا، أمي تقول لا كذا، أبويا. فدائما أنا في أشياء أو مواضيع الأسرة كنت دائما أتناقش معه. فسبحان الله دائما تلاحظ في هذا الإنسان حط القدوة دائما من أمه وأبوه، مع أنه ما شاء الله هو محاط بعائلة كبيرة، بس دائما يقول لك أنا أبويا وأمي هم قدوتي، معلمينه ما شاء الله الدين والدنيا، دراسة، تحمل مسؤوليات. لما تجلس في جلسة تلاقي أكثر إنسان مستمع هو. هذا يدل على أنه القدوة دائما إذا كانت حسنة فالشاب بتكون عنده نظريات حسنة وأشياء حلوة بإذن الله. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا عمار. ننتقل إلى أنس. طيب، أنا الآن في معركة الحياة أحتاج إلى حماية أقي بها أبنائي من مشاكل الدنيا وهمومها وهمومها. أنا كأب أنا مو فقط مسؤوليتي إن أنا يعني أكل عيالي وأشربهم وأعلمهم الدين، أيضا أنا يعني أهيئهم خلينا نقول للحياة بشكل عام. هل للأب دور فعلي في مسألة الحماية من الأخطار، وخلينا نتكلم عن صناعة الوعي بشكل عام في ذهن الابن؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية الحلقة الماضية ذكرنا عبد الرحمن بأنه في نوع من الآباء يضيعون بين التربية والنفقة، فيعتقدون أنه التربية هي إيش؟ نفقة. يعتقدون بأنه التربية هي صرف الأموال وأفضل اللباس وأفضل الهواتف وإعطاء السيارات وإلى آخره، ويعتقدون أن هذه التربية فقط، وينسون جانب النفقة، يعتقدون أن هذا تربية فقط، ولا يعرفون بأن هذه النفقة فقط. والتربية خلاصتها أن تنجي ابنك من عذاب الله. فهذا الموضوع يجرنا إلى أنه التربية هذه
تدخل فيها دوارة كبيرة جدا، وهي من ضمنها الحماية من الأخطار وصناعة الوعي. صناعة الوعي في الابن منذ سن مبكر عن طريق الأسرة يربي عندها أشياء مصيرية. فأنا يوم أعطي ابني الوعي الكامل وأحاول أن أنا أكون معاه خطوة بخطوة قبل أن يتخذ قرار مصيري، كمثلا يؤثر عليه كالأصدقاء مثلا. أنا يوم أكون مالي عليه هذه الفراغات كلها، فهو يوم يجي يتخذ هذا القرار أو يبني شيء معين يكون عنده مخزون. هذا الشيء ناتج من إيش؟ من أن دور الابن دور الأب ما توقف ترى. ويعني يعني أنا أعتقد بأنه الأب الصالح، أو لا لن أقول كذا، ولكن الأسرة الطيبة دورها ترى لا ينتهي مع الابن حتى لو إيش وصل. تلاقي بعض الآباء حتى بعد ما كبرت واستقليت وتزوجت ورزقت بأبناء ومدري إيش وإلى آخره، بل يعني أصبحت يعني خلاص دخلت سن 40، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. وتجد أن الأب دوره في التصحيح ودوره في أنه ما زال يرى بأنه يعني واجبه تجاهك لم ينتهي. هذه الأشياء لا تشترى. مثال هذه الأشياء، شوف أنت الآن تشعر أنك أنت وصلت إلى سن متقدم وتركت كل شيء خلفك، ثم تجد أن الأب ما زال والأسرة ما زالت تعطيك أكثر، وما زالت الوعي، وما زالت يعني أحيانا حتى تجد بعض الآباء يبادر معك بمشكلة حديثة ويقول لك ترى صار كذا وصار كذا وانتبه من كذا، وانت ترى يعني في عمر كبير جدا. ولكن هذه الأمور الأب كان مؤسسها منذ الصغر، فيوم أسسها منذ الصغر قوى عندك جانب الوعي، صرت تعرف كيف تختار، صرت تعرف كيف تقود حياتك. بنى على هذا الشيء انك انت صاير واعي من سن متاخر. ولكن هناك ايضا جانب مظلم في هذا، بانه الاب والاسره لا ينظرون الى ابنائهم. يقول لك وصل الى سن 18 15 خلاص لكم دينكم ولي دين، اراه على صواب اراه على خطا انا ما لي دخل. يعني شوي يقول خرج عن إمارتي. وأنا أعتقد في وجهة نظري بأن هذا شيء غير صحيح. أنت يعني لا تزال في عين أبويك صغير يعني إلى إيش؟ إلى أن تشيب. ودور الأب لا يقف على سن معين، أو دور الأسرة لا يقف على سن معين، بل موجود معك في كل الأوقات. فلذلك من باب اختصر النقطة دي، الأسرة لها دور كبير جدا في تحصيل الوعي، وخليني أقول لك الحماية بعد توفيق الله عز وجل للشاب من أي مشكلة تواجهها في سن مبكر. جميل جدا. طيب يا عمار، لعلي أختم بهذا المحور الكبير والذي قد يحدد مصير أو مسار الشاب في حياته. هل للأهل دور في دعم المواهب والاهتمامات، أم أن الشاب يختار موهبته بنفسه واهتماماته بنفسه ولا يؤثرون عليه أهله؟ لا، تأثر. الأهل يأثرون على الأسرة، تأثر على الاختيار هذا. الأسرة تستطيع أن تكتشف مواهبك من عمر مبكر. عندما تكون صغيرا تنمي عندك الموهبة هذه. دائما تحرص أنك تهتم في جانب أنت تقدر أو تقدر تكون فيه دائما إنسان متفوق، إنسان دائما تكون ناجح، إنسان دائما تكون الأول. الأسرة هذه تقدر تحتوي هذا الجانب، تقدر دائما تنمي عندك هذا لين تصل لنقطة إن شاء الله تكون من أعالي القوم أو أعالي الناس في المجتمع. جميل.
فدائما الأسرة لها دور كبير في هذا، بحيث أنه مثلا عندما تخطأ الأسرة تيجي تعاتبك لكن بأسلوب لين، مو بأسلوب قاسي. هذا ينمي عندك هذا الشيء. دائما الأسرة تحاول تعينك بكل ما لديها، سواء نفسي أو مادي، بتنمية هذه المواهب. ودائما نقول الأسرة هي أصلا إذا اهتمت فيك هي كذا قاعد تهتم في موهبة عندها، أو هي عندها سلاح قاعد تنمي فيه، أو عندها شيء جدا عظيم وهي تنمي فيه إلى أن يصبح شيء كبير. وهذا شيء عائد للأهل، هذا شيء ينتج بالخير لهم. وما نطول أكثر من كذا، فالأسرة هي كل شيء. الأسرة هي اللي تنتج مواهب، هي اللي تنتج أساطير، وهي اللي تنتج علماء، وهي اللي تنتج شيوخ، وهي تنتج أساتذة ودكاترة ومهندسين. فدور الأسرة كبير في كشف المواهب، وهذا ما لدينا والله أعلم. شكرا جزيلا عمار على هذه الكلمات الطيبات. شكرا جزيلا أنس، الله يكرمك على هذه المحاور الطيبة. وأشكر لكم موصول أعزائنا المشاهدين، ونذكركم بأن عندما يحتفل الكفار بأعياد الأب والأم، نحن المسلمون لدينا كل يوم هو عيد للأب والأم نحتفل به ونهتم بأسرتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركز على أهمية الأسرة في أحاديث كثيرة، وقال في أحد الأحاديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأب وخير الزوج، ويعني اهتم بأهله كثيرا. فبالتالي البيت ثم البيت هو منبع كل منشأ صالح أو فاسد. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفساد، وأن ينشأ أبنائنا على الصلاح. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد صرح وللإبداع رواد، وفي الشباب يكون الخير وقاد.